السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مراجعة الوحدة التالتة. بطل مستعد؟ يلا بينا. قلمك وكراستك وكوباية النسكافيه والقهوة والشاي وأي حاجة أنت عايزها يعني. يلا بينا. بص يا غالي، بيقول لك إيه؟ يتفوق تكتل مجلس التعاون لدول الخليج. خلي بالك مين اللي بيتفوق؟ مين اللي بيتفوق؟ مين اللي بيتفوق؟ مجلس التعاون لدول الخليج. على مين؟ على الكوميس. يعني مجلس التعاون دول الخليج هو احسن من الكوميسا في ايه؟ باشا في الاتصال الارضي، ليه كلهم متصلين ارضيا ببعض؟ طيب الكوميسا لا والله عندك دول غير متصله ارضيا زي مين؟ قلت له زي عندك جزر القمر. اسف، عندك كمان جزيره مدغشقر. طيب اصغر تجمع اقتصادي يضم وحدات سياسيه هو مين؟ اصغر تجمع اقتصادي يضم وحدات سياسيه هو اتحاد المغرب العربي. باشا عندك مين؟ قلت له باشا عندك صباح الفل. عندك مين؟ ليبيا ماشي، تونس ماشي، عندك الجزائر تمام، المغرب، موريتانيا تمام. بس لكن دول في دول 1 2 3 4 5. طب مجلس التعاون دول الخليج لا دول 6. تمام كده؟ تاخد بالك؟ طيب جميع الاحلاف العسكريه ذات صبغه راسماليه، كلهم ذات صبغه راسماليه ما عدا مين؟ ما عدا وارسو، ده الشيوعي. احد مقومات نجاح مجلس التعاون لدول الخليج، نجاحه احد مقومات نجاحه حجم سكاني كبير؟ لا طبعا، هو العامل الاثنوغرافي. اللغه والدين واحد، لغه عربيه ودين اسلامي. التكتل الاقتصادي الذي قد يتخلص من إحدى مشكلاته الاجتماعية حال رفع مستوى رفاهية جنوب شرق آسيا. من الذين التكتل اللي هيحصل عنده حل المشكلة الاجتماعية لو رفعنا رفاهية المواطنين اللي موجودين في جنوب شرق آسيا. باشا هو جنوب شرق آسيا بيعملوا مشكلات فين معلش؟ قلت له والله دول كانوا بيعملوا مشكلات في جنوب غرب آسيا. ليه؟ أصل هما كانوا بيعملوا حاجة اسمها هجرة غير شرعية. يا ابن الذين جنوب غرب آسيا كان في تكتل يا مستر؟ قلت لك كان في تكتل اسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي. فهنحل المشكلات الاجتماعية هنا. ايه المشكلات الاجتماعية؟ عدم التجانس. لو حصل ايه؟ لو حلينا المشكلات الاجتماعية بتاعت جنوب شرق آسيا عشان ما يعملوش هجرة غير شرعية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبالتالي نحل المشكلة الاجتماعية عدم الايه؟ التجانس. من المتوقع عند تحول دولة الكونغو الديمقراطية للشكل المندمج بدون بروز. تمام. فإن ذلك سوف يؤثر على منظمة الكوميسا من خلال ايه؟ خلي بالك ان الكونغو كانت ليها سواحل صغننة جدا على المحيط الأطلنطي. سواحل الصغننة ديت كانت بتاعت دي كده، كانت بتاعت الكونغو الديمقراطية. والمحيط الأطلنطي هو اللي وصلها بالعالم الحديث أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فلو لغينا البروز ده بالتالي بناء عليه هقول له صعوبة اتصالها بدول العالم الجديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ارجع تاني. البريكس تكتل اقتصادي يضم دول الصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا والهند. في ضوء العباره السابقه ومن خلال دراستك استنتج الدول اللي تنتمي لتكتلين اقتصاديين. مين هم؟ قلت له باشا عندك الصين وروسيا الاتحاديه، الابك والبريكس. هنقول عن العراق والاردن بالانضمام اليه. منظمه دوليه؟ لا. حلف عسكري؟ لا. منطقه اقليميه ومنظمه اقليميه؟ لا. هي تكتل اقتصادي. حلف ايه؟ المغرب او تكتل المغرب العربي. طب تمام. 9. توجد علاقة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهي الوظيفة التشريعية. مش محتاجة أقرأ كتير.
المفوضية الأوروبية تقترح القانون، تديه للبرلمان يناقش القانون، بعدين يديه لمجلس الاتحاد الأوروبي، إما يوافق أو ما يوافقش، يصدره أو لا يصدره. طيب 10 تفرض الصين أو تفرض الصين واستراليا كدول من تكتل الإبك مبالغ محددة على القطن المصري، وهما بذلك حققا مرحلة إيه؟ ما دام بتفرض مبالغ احنا بنسميها جمارك، ما دام وصلت لمرحلة الجمارك يا معالي الرئيس فده معناه ان انت في اتحاد جمركي. ايا مما يلي يعد من اهداف التكتلات الاقتصادية، من اهداف التكتلات الاقتصادية هل هي رفع اسعار السلع المتداولة؟ لا يا باشا، بين الاعضاء ده انا الهدف منه ان انا اقلل الجمارك او ازيلها خالص. زيادة التبادل التجاري بين دول الاعضاء طبعا احنا بنعمل تكتل اقتصادي بيننا وبين بعض عشان نقلل الجمارك بيننا فيزيد التبادل التجاري. تمام. طيب 12 بيقول لك ايه؟ التكامل الاقتصادي يساعد المستهلكين في الحصول على السلع باقل الاسعار. انا هديك السلعه بسعر اقل، كل ما قللت السعر كل ما توفر معاك فلوس تقدر ان انت تاخدها تروح تدلع نفسك، تسافر، تحوشهم، تروح تسمع ماتش براحتك فتزيد رفاهيتك. يسمح لأفراد دولة ما ببناء مجموعة من المصانع داخل دولة أخرى من التكتل الاقتصادي ببداية مرحلة إيه؟ المرحلة اللي بتسمح بمرور رؤوس الأموال والعمالة والأفراد بين أعضاء التكتل بحرية تامة، هي السوق المشتركة، وبالتالي بتلغي الوظيفة السياسية. تقل وظائف الحدود السياسية الاقتصادية في تحقيق أهدافها. خلاص ما عادش هحط جمارك، انت لما يكون عندي اتحاد جمركي مش محتاج اللي مستر سوق مشترك، ايه دي وظيفة سياسية، حرية انتقال الأفراد، مش بقى همنا حد، عدي يا حبيبي، انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والدنيا جميلة جدا في السوق المشترك. أي من الدول الآتية خالفت بعض شروط كوبنهاجن الخاص بالاتحاد الأوروبي رغم انضمامها له؟ هي إيطاليا. ليه يا مستر إيطاليا؟ قلت لك عشان من ضمن شروط كوبنهاجن السياسية هي احترام حقوق الأقليات، وإيطاليا ما احترمتش حقوق الأقلية النمساوية اللي موجودة عندها. 16 يظهر دور مستثمري دول التكتل الاقتصادي، المستثمرين رؤوس الأموال. امتى؟ قلت له في السوق المشتركة. خلاص بقى تقدر افراد رؤوس الاموال، ولا الدنيا لذيذه والله وسهله، صباح الفل. انت بس اللي متنح دماغك. 17 مجموعه الكوميسا اتحاد المغرب العربي. كوميسا واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون دول الخليج العربي. مجموعه الكوميسا حط هنا بقى كده، حط فيها يا باشا، واتحاد المغرب العربي ماشي، ومجلس التعاون دول الخليج العربي. مالهم؟ تكتلات اقتصادية تتشابه كل دولها، كل دول في ايه؟ انتشار بالعالم الخليجي. قلت له والله الكوميسا عند دول حديثة. اسباب نشأة الحد السياسي؟ يا ابن الذين على السؤال ده ليه؟ اصل تعالى الكوميسا والمغرب العربي دول في افريقيا، مجلس التعاون دول الخليج العربي دول في اسيا. طب ضيف عليهم بقى امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية لو انت ضفتها هي كمان هتلاقي ان الثلاثة كان نشأت الحدود السياسية بينهم بسبب الاستعمار الأوروبي. أي مما يلي يفتقده الوطن العربي كمقوم لقيام تكتل اقتصادي يجمع دوله. اتصال أرضي يا عم، عندنا اتصال أرضي وإن كان مفيش دول، يعني بعض الدول ما عندهاش اتصال أرضي. تشابه نظام الحكم، والله السؤال ده أنا ليا عليه تحفظ، لأن الاتصال الأرضي تنفع. أنا عندي قطر جزيرة والبحرين وجزر القمر، لكن اللي بيمنعه هو تشابه نظام الحكم. أنظمة الحكم مختلفة، وإن ده لا يمنع، هو يعرقل بس. أي من التكتلات الاقتصادية التالية يعد الأكثر افتقادا لمعظم مقومات التكتل الاقتصادي؟ أكتر تكتل مفتقد لمقومات التكتل الاقتصادي. قلت له يا باشا والله الإبك. طب ليه يا مستر؟ قلت لك الإبك يا ابني لا في اتصال أرضي
قلت له ولا عنده تجانس اثنوغرافي ولا حتى عنده تقارب تكنولوجي. يعني كل حته من حته مختلفه. 20 اكبر دول العالم مساحه واكبر الدول في عدد السكان يجمعهما نفس ايه؟ قلت له بالراحه. دول العالم مساحه مين؟ روسيا. عدد سكان مين؟ الصين. الاتنين فين؟ في تكتل اسمه ابك. ابيك وامك. 21 اي التكتلات الاقتصاديه الاتيه تشغل معظم مساحه القاره التي توجد فيها. والله انا بص انا هحلها مغامره. بص النفط. ليه بقى؟ لان ده موجود في امريكا الشماليه. حلو. منضم ليه مين بقى؟ 3. كندا. تمام. الولايات المتحده الامريكيه. حلو. والمكسيك. يا باشا هو عاد مين ما انضمش؟ مش غير الدول البارزخ، الدول الكحيانه تحت اللي مساحتها اصلا فسافيس كده. 22 التجمع الاقتصادي الذي يضم اكبر عدد من القوى الديموغرافيه من السكان. والله وانا مغمض انا ادور على الصين. الصين كانت منضمه ليه؟ لا. خروج المملكه المتحده رسميا من الاتحاد الاوروبي يتطلب منها ايه؟ انا لما اخرج من الاتحاد، انا كنت في اتحاد اوروبي، اتحاد اقتصادي، فحصل بينا ايه؟ والله احنا شلنا حواجز جمركيه، ما عادش في حواجز ولا عاد في جمارك وفي حريه انتقال للافراد ورؤوس الاموال. يعني انا شلت الوظيفه السياسيه وشلت الوظيفه الاقتصاديه. طب انا طلعت، يلا بينا بقى رجع الوظيفه السياسيه، رجع الوظيفه الاقتصاديه، افرض جمارك، يلا حط بقى فيزا بقى وتاشيره اللي عاوز يخش عندك، داخل ليه وجاي منين وعاوز ايه. يبقى بالتالي انا هفعل المرحله الرابعه من الحد السياسي وهي اداره الحد. انا هدير الحد. لكن عارف تخطيط الحد السياسي ما هو محطوط يا باشا، ما انا عارف دنيتي فيها ايه. قيام بعمليه المسح الميداني، طب ما انا عارف المسح، انا عارف عارف كل الموارد اللي موجوده عندي. تغيير مسار الحد السياسي لا طبعا. يتشابه تكتل النفط مع تكتل الاتحاد الاوروبي في ايه؟ عدد الدول الاعضاء؟ لا، ده النفط فيه 3 بس. وجود المقوم الجغرافي؟ والله عندهم موارد؟ عندنا موارد. عندك اتصال ارضي؟ عندي اتصال ارضي. تمام، يبقى خليها معايا دي. كونهما منبع للهجره الغير شرعيه، صباح الفل، ده انت عندك دول قمر. واصدار كل منهما العمله واحده. قلنا احنا اتفقنا على ان التكتل الوحيد اللي عمل عمله واحده هو الاتحاد الاوروبي، يبقى هو الموجود المقوم الجغرافي هو الوحيد اللي يمشي معانا. هم عندهم اتصال ارضي، عندهم موارد او تنوع موارد. يعد انهيار سور برلين بدايه لازاحه الحاجز بين الكتلتين الشرقيه والغربيه. خلاص ما عادش فيه بقى شيوعي وراسمالي، ولكن الاتحاد الاوروبي قام بوضع حاجز بديل تمثل في شروط كوبنهاجن. فاكر قلت لك والله عاوز تنضم ليا سياسيا؟ اهلا وسهلا، تعال انضم الناتو، اتفضل. طب ما تاخدني معاك اقتصادي؟ لا، احنا عندنا شروط كوبنهاجن. فدي كانها حاجز جديد للدول الشرقيه. في مرحله التجاره الحره يتم الاستغناء عن بعض وظائف الحد السياسي بين دول التكتل الواحد. التجاره الايه؟ الحره، صح كده؟ طيب التجاره الحره يعني اتحاد جمركي، وبالتالي انا هستغنى عن وظائف الحد السياسي الاقتصادية في التجارة الحرة على المنتجات الإقليمية. منتجات سمحت العراق للأقراب بالتحدث بلغتهم الخاصة بهم. فضوء العبارة أي من شروط كوبنهاجن تتفق مع هذه العبارة. قلت له والله أنا احترمت كده حقوق الأقليات، فدي وظيفة إيه؟ قلت له وظيفة سياسية. يتضح من خلال الاستعانة بمعطيات الخريطة المقابلة أن النهر الذي يمثل حدا سياسيا للاتحاد الأوروبي من جهة الشرق هو إيه؟ طب تعالى كان واحد كده. نهر السين ده كان نهر في فرنسا هنا كده. حلو؟ مقطع هضبة فرنسا الوسطى كده. طيب نهر الراين قلت له ده بيصب في بحر الشمال ده هنا كده. ده لسه احنا بعيد. طيب نهر الدانوب قلت له والله نهر الدانوب كان بيصب في البحر الأسود هنا كده. تمام. نهر بج بقى ده اللي كان بيمشي ببولندا، صح؟ وكان حد بين بولندا وبيلاروسيا
هو ده الصح. 29 يعد السبب الرئيسي في تعدد اللغات الرسمية داخل الاتحاد الكونفدرالي الذي يشمل معظم قارة أوروبا هو الفصل بين أجزائها على أساس استغرافي. تعدد اللغات، احنا أصلا قسمنا الحدود في قارة أوروبا على أساس استغرافي وهو اللغة. شهد عندنا 23 لغة الاتحاد الأوروبي. شهد بداية عام 2021 خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي. تمام. هو أهم ما ساعد على ذلك هو إيه؟ الصراع الأيديولوجي. يا باشا انتهى الصراع الأيديولوجي من زمان سنة 1990. ظهور الثورة الصناعية الثالثة. يا باشا والله أبدا. امال ايه؟ النظام السياسي لازم يتبعه الاتحاد الاوروبي. مش فاهم يا مستر. قلت لك يا ابني هو النظام السياسي للاتحاد الاوروبي ايه؟ ده اتحاد فيدرالي. صح ولا ايه؟ صح. الاتحاد الكونفدرالي كان ده اكتر الدول هشاشه وضعف، يحق لاي دوله الخروج وقت ما شاءت دون اي قيود. تمثل المؤسسه المسؤوله عن متابعه السياسه الخارجيه للاتحاد الاوروبي. كان بيمثل الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية هي المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي. يتشابه مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي في إيه؟ مستوى التكنولوجي. صباح الخير، هتجيب السعودية جنب ألمانيا. الخصائص الثقافية، لا يا باشا الموضوع مختلف. التقدم للقوة العسكرية، لا دول الخليج عندهم قوات درع جزيرة عربية. هو توافر الاتصال الأرضي خاصة بعد خروج الإيه؟ خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقى عندها اتصال أرضي بشكل كامل. يمكن توجيه نقد موضوعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي متمثلا فيه نقد يعني والله خلي بالك انت عندك حاجة كده مش كويسة. محدودية التركيب الاقتصادي، هي دي. هو الاقتصاد بتاعهم قائم على ايه؟ على النفط البترول بس، وكل سنة وانتم طيب. يواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحديات ايه؟ قلت له تحديات ديموغرافية. عندهم مشكلة في السكان؟ عندهم مشكلة في السكان. يا مستر ما انا عندي والله تجانس سكاني. يا ابني ما اقصدش، انا عندي قلة في السكان. وعندي طيب مشكلات اقتصادية؟ انا عندي مشكلات اقتصادية اللي هي ايه؟ عدم تنوع الموارد. 35 يمكن لمجلس التعاون دول الخليج العربي الاستفادة من تقنية الاستشعار من بعد من خلال المساهمة في ايه؟ شق سوق خليجي مشترك. ملهاش دعوة. اصدار عملة واحدة برضه ملهاش دعوة. ايه دخل الاستشعار من بعد في الكلام ده؟ لحد من التنافر الثقافي. لحد من التنافر الثقافي. مش فاهم يعني ايه لحد من التنافر الثقافي؟ قلت له طيب تعالى، ايه اللي يعمل تنافر ثقافي؟ ايه اللي يعمل عدم تجانس سكاني ويعمل عدم ربط بين السكان؟ قلت له لما نجيب حاجة غريبة ندخلها على الدولة، يعني يحصل هجرة غير شرعية. صح؟ تمام. برضه مش فاهم. قلت لك يعني نقدر ان احنا نستخدم الاستشعار من بعض في مراقبة السواحل والحدود السياسية عشان خاطر نمنع الهجرة الغير شرعية وبالتالي ما يحصلش تنافر ثقافي. فهمت؟ سجلها عندك بقى. 36 يؤخذ على على دول منظمة مجلس التعاون دول الخليج العربي افتقادها لايه؟ هي مفتقدة ايه؟ والله مفتقدين كتير. موقع الاستراتيجي، لا يا عم احنا عندنا مضيق هرمز. طيب تنوع الصادرات، قلت له احنا نفتقد تنوع الصادرات. ليه بقى؟ قلت له عشان خاطر صادراتنا معظمها نفط. تمام. خش بقى على السؤال اللي بعده. 37 بيقول ايه؟ يختفي التأثير السلبي للتركيب النوعي. تأثير السلبي للتركيب النوعي. مستر هو كان في تأثير سلبي للتركيب النوعي؟ كان موجود في الدول النامية. حتى لو كان منها هيقول لك مصر دولة نامية. امتى؟ قلت له والله بص يا باشا، احنا كان عندنا مشكلة في التركيب النوعي ان انا عندي ذكور هم تمام اللي بيشتغلوا والإناث لم بيشاركوش في العملية الإنتاجية وبالتالي هم عبء إعالة. طيب الكلام ده بيختفي، مش موجود عندنا الكلام ده. احنا خلينا الإناث تشارك في الإنتاج أو تشارك في أي حاجة من خلال المشاركة المصرية في إيه؟ طول في مجلس الأعمال اللي هو إيه بقى؟ فاكر بقى اللي هو الإداء اللي هو الإناث وبتاع، احنا شاركنا هناك. طيب أي مما يلي يعد
عاملا مؤثرا لتحديد نوعيه الواردات الزراعيه. واردات زراعيه، واردات زراعيه نوعها. هو ايه اللي بيخلي المنتج الزراعي يختلف من مكان للتاني؟ الظروف المناخيه، محاصيل حاره ومحاصيل بارده. فبالتالي والله تحديد نوع الواردات الزراعيه بسبب الظروف المناخيه. طيب السؤال اللي بعده، عند مقارنه الساحل الجنوبي، السؤال ده ابن لذينه، الساحل الجنوبي للبحر المتوسط والساحل الشرقي للمحيط الهادي، نلاحظ ايه؟ نلاحظ التشابه في عدد التكتلات الاقتصاديه المشرفه عليه. ايوه. طب ليه؟ لك تعالى بص يا باشا، اهو ده وليكن البحر المتوسط ودي قاره افريقيا، فين الساحل الجنوبي؟ ده الساحل الشمالي للبحر المتوسط وده الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. حلو يا مستر. هنا كان عندك تكتل اقتصادي اسمه تكتل الايه؟ الكوميس. تمام. وعندك هنا تكتل تاني اسمه تكتل المغرب العربي. حلو. طيب تعالى بقى بص، ده المحيط الاطلنطي طبعا هنا، فتعالى نرسم مثلا ايه؟ ادي امريكا الشماليه اهي، حلو. هنا المحيط الهادي، ده الساحل الشرقي للمحيط الهادي وده الساحل الغربي للمحيط الهادي. احنا عاوزين الساحل الشرقي. بص يا باشا، ده كده الساحل الشرقي للمحيط الهادي. جميل. مستر كان في حاجه؟ قلت لك اه، كان عندك هنا النفتا وكان عندك كمان الابك، بالتالي عندي هنا 2 وعندي هنا 2 1 2، صح كده؟ وبالتالي يتشابهون اهوت في التكتلات الاقتصاديه. تتشابه التكتلات الاقتصاديه مع الاحلاف العسكريه في الاهداف ايه؟ العسكريه والثقافيه ولا الاقتصاديه والثقافيه ولا العسكريه والاجتماعيه ولا السياسيه والاقتصاديه؟ قلت والله السياسيه والاقتصاديه. عارف ليه؟ لا مش هقول لك، راجع انت بقى الاهداف وانت هتعرف معايا. 41 تتشابه ابعاد قوه الدوله مع ايه؟ ابعاد قوه الدوله، والله ارسطو قال لي قوه الدوله، قوه او ضعف الدوله في 2، ايه هما؟ الموارد الاقتصاديه وعدد السكان والعلاقه بينهم. ويا سلام لو دي كانت كتير ودي كانت كتير، عنده موارد اقتصاديه كتير وعنده سكان كتير عشان يقدروا يستغلوا الموارد. يبقى ابعاد قوه الدوله تتشابه مع ايه؟ قلت مع مقومات قيام التكتلات الاقتصاديه، تنوع موارد وعدد سكان مناسب. ايا مما يلي يحمل سمات التكتل الاقتصادي والحلف العسكري معا. يعني ايه الحلف اللي موجود في الاختيارات؟ هو حلف اقتصادي وبرضه هو عنده حلف عسكري. قلت له بص كده بقى، هي كده وضحت. مجلس التعاون دول الخليج العربي هو اصلا حلف اقتصادي او تكتل اقتصادي اسف، وكان عندهم قوات درع الجزيره العربيه، نفس التكتل هو قوات درع الجزيره العربيه، وبالتالي هو حلف اقتصادي وعسكري الاثنين. 43 تتشابه الاحلاف العسكريه مع التكتلات الاقتصاديه في ايه؟ الاثنين شبه بعض في ايه؟ عدد الدول الفعليه منضمه؟ لا مش شرط. اقدميه الانتشار على خريطه العالم؟ لا والله، تكتل حاجه جديده ولكن الاحلاف حاجه قديمه. الظهور والاختفاء على خريطه الدول؟ الظهور والاختفاء طبعا. والله ده انا ظهر عندي احلاف الناتو وارسو وحلف بغداد المركزي وحلف جنوب شرق اسيا، وظهر عندي التكتلات الاقتصاديه الكوميكون بتاع الاتحاد السوفيتي، ما قلناهوش قبل كده. كوميكون عندك ايه تاني؟ عندك الاتحاد الاوروبي، عندك مجلس التعاون دول الخليج العربي، دول كلهم بيظهروا وبرضه بيختفوا. ما عادش في حاجه اسمها كوميكون ولا حلف وارسو، صح ولا لا؟ ما عادش حاجه اسمها بغداد المركزي، ما عادش في حاجه اسمها جنوب شرق اسيا. في احلاف اهي، احلاف اختفت، كمان تكتلات اقتصاديه اختفت. فالظهور والاختفاء على خريطه العالم ده وجه شبه بين الاثنين. يلا بينا على 44. يلا بينا. تساعد التكتلات الاقتصاديه والاحلاف العسكريه في تخفيف اثار الكوارث الطبيعيه التي قد تتعرض لها الدول الاعضاء. في دول العباره استنتج الجهه التي يجب عليها تقديم الدعم التركي.
في زلزال 6 فبراير 2023. اقول له بالراحه، هي تركيا منضمه لايه؟ وتبقى موجوده فيها. هي في الابك؟ لا يا باشا، هي في حلف الناتو. اكيد مش في جامعه الدول العربيه ولا كمان في الاتحاد الاوروبي، هي من المرشحين للانضمام للاتحاد الاوروبي بس لسه ما وافقوش عليها بسبب شروط كوبنهاجن. 45. الحلف العسكري الذي ارتبط اختفائه بزياده عدد دول قاره اسيا واوروبا. الحلف اللي لما اختفى زاد عدد دول قاره اسيا واوروبا. هي دول قاره اسيا واوروبا زادوا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. الحلف بقى اللي كان بيضمهم هو حلف ايه؟ وارسو. 46. انسحبت دولة ألبانيا من حلف وارسو بسبب، قال لك والله بسبب مخالفة الاتحاد السوفيتي لأهداف الحلف، وهو اقتحامه لتشيكوسلوفاكيا للقضاء على صورها اللي كانوا بينادوا بالرأسمالية. 47. يرجع انتشار الأحلاف العسكرية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الصراع الأيديولوجي. ده سبب أصلا انتشار، مع إنها ظاهرة قديمة بس انتشرت وزادت بسبب الصراع الأيديولوجي. ترتب على حدوث نزاعات غير مسلحة بين قطبي العالم الشرقي والغربي في النصف الثاني من القرن العشرين إلى الاتجاه نحو إيه؟ قلة الإنفاق العسكري؟ لا طبعا، لا انهماكهم يا عيني في التسليح. تكوين تكتلات اقتصادية؟ مش ده السبب. انتشار الأحلاف العسكرية؟ طبعا احنا لسه قايلين اهو صراع أيديولوجي، هو الصراع الغير مسلح بين قطبي العالم، حرب باردة، انتشار الأحلاف العسكرية. 49. اتفق عبد الرحمن بن خلدون وفريدريك راتزل مع نظريتهما للدولة والتي تحققت في مين؟ قلت في حلف بغداد المركزي من الأحلاف اللي اتحلت، وبالتالي كان كده ميلاد، نمو، وفاة، صح ولا لا؟ شباب، نضج، واضمحلال. 50. في ضوء الخريطة التالية الدول العربية التي انضمت لحلف عسكري هي مين؟ حلنا السؤال ده قبل كده. الدول اللي انضمت لحلف عسكري هي دولة العراق اهي، صح ولا لا؟ 51. تتصف الدولة الموضحة باللون الأخضريقة على الخريطة المقابلة بأنها ايه؟ ذات شكل نموذجي. تقول يا عم ده شكل نموذجي ايه؟ ده مستطيل شريطي، والشكل النموذجي عندي هو المندمج المنتظم. غير مؤمنة بسياسات التكتل الاقتصادي. تقول لا يا عم ده موجودة في النفط. هامشية وتفتقد لمصادر الطاقة. هي بتقول هي هامشية بس ما تفتقدش لمصادر الطاقة لأن هي على خليج الايه؟ المكسيك، أحد مسطحات المائية اللي مليانة بترول زيها زي الخليج العربي زي بحر الشمال. غير مؤمنة بسياسة التسليح الجماعي. هي غير مؤمنة لأنها لا تنضم لأحلاف عسكرية. 52. الهدف الرئيسي لحلف الناتو عند تأسيسه هو يا غالي ردع الأعداء. لما قام الاتحاد السوفيتي بمحاصرة ألمانيا الغربية عند سوق برلين بدأ نعمل حلف اسمه حلف الناتو عشان نحمي بيه الدول اللي منضمة لينا. تقع جبال القوقاز غرب الاتحاد السوفيتي السابق وهي غنية بالمعادن. جبال القوقاز في الاتحاد السوفيتي غنية بالمعادن، كما تقع جبال الروكي في غرب الولايات المتحدة الأمريكية وهي غنية أيضا بالمعادن. يعني ده عنده جبال غنية بالمعادن وده عنده جبال غنية بالمعادن، ماشي. في دول العبارة وضح لعبت جبال في الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية دور هام في إيه؟ الصراع بينهم؟ لا. توازن القوى؟ يا باشا أنت عندك معادن وأنا عندي معادن، حدش أحسن من حد حبيب قلبي. بس في أحسن مين؟ اللي بيذاكر أحسن من اللي ما بيذاكرش، الملتزم أحسن من غير الملتزم، راجل المحترم أحسن من الراجل اللي الأدب اللي ما ترباش. السلام عليكم.